إيه هي الأسباب اللي بتصيب الأم بالأنيميا أثناء الحمل؟ وإيه هي أعراضها؟ وإيه هي مضاعفاتها؟ هجاوبك على كل أسئلتك، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. أبليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي. الأنيميا أو فقر الدم أثناء الحمل دي حالة شائعة جدا، وبتحصل لحوالي 50% من الستات الحوامل، وده بيكون بسبب إن جسم الأم لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. وزي ما احنا عارفين إن خلايا الدم الحمراء مهمتها إنها بتنقل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، ففي حالة عدم وجود خلايا دم حمراء كافية في جسم الأم، ده ممكن بيسبب خطورة ومشاكل صحية ليها وللجنين. طب إيه اللي ممكن يسبب الأنيميا أو فقر الدم أثناء الحمل؟ نقص الحديد، ونقص بعض الفيتامينات زي فيتامين B12 وحمض الفوليك، واللي بيساعدوا أساساً على إنتاج خلايا الدم الحمراء. وكمان إصابة الأم بأمراض الدم الوراثية والحمل المتعدد ووجود مشاكل في المشيمة. طب إيه هي أعراضها؟ التعب والإرهاق، وكمان ضيق التنفس، ولما تحسي بدوخة وصداع مستمر، وسرعات ضربات القلب، وبرودة الأطراف وشحوب الجلد. وكمان الأنيميا بتسبب بعض المضاعفات الخطيرة على الأم والجنين، زي الولادة المبكرة، والإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة، وحدوث مشاكل في الرضاعة الطبيعية، وانخفاض في وزن الطفل لما بيتولد، وزيادة خطر إصابة الطفل بفقر الدم، وزيادة خطر إصابة الطفل كمان بمشاكل في النمو والتطور. وبما إن إحنا عرفنا إصابة الأم بفقر الدم أثناء الحمل، أنا هقولك على نصايح يا بنتي عشان تحمي نفسك بيها. لازم تتبعي نظام غذائي صحي ومتوازن يكون كله حديد، وكمان مكملات الحديد تاخديها قبل وأثناء الحمل، والحصول على ما يكفي من حمض الفوليك أثناء فترة الحمل، وتشربي مية كويس وسوائل كتير، وتمارسي الرياضة عشان تحسن من الدورة الدموية. وبكده يا حبايبي بتكون خلصت حلقتنا. يلا يا حبايبي، أنا هستناكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الداية. أبليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي.